السلام عليكم، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهاردة فيديو جديد. تعالوا نعمل مع بعض السجق. اول حاجة عندي هنا نص كيلو من السجق البلدي، انا جايباه من عند الجزار. هبتدي ان انا اجيبه دلوقتي كده واحطه على القطاعة بتاعتي، واقطعه كده زي ايه حتت كده، لا هي طويلة قوي ولا صغيرة قوي، يعني الحجم بتاعها يكون متوسط علشان تبقى واخدة سوا كويس جدا وما تتهريش مني. عايزة اقول لكم ان صينية السجق دي يا جماعة بتبقى تحفة جميلة جدا. انا مشهورة بيها وبعملها بقى، ممكن سندوتشات، ممكن مع مكرونة، ممكن مع رز، او حتى بناكلها كده بالعيش البلدي، بتبقى تحفة. كلمة تحفة دي قليلة عليها. جربيها بس بطريقتي مش هتندمي. هنا خلاص كنت قطعت كل كمية السجق بالحجم اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو ولا كبير ولا صغير، حجم متوسط. بعد كده عندي هنا نص فلفلاية حمراء، وعندي هنا 3 قرون من الفلفل الرومي العادي. حابة تحطي بدل الفلفل الرومي ده 2 رومي وواحد شطة، تمام. حابة تحطي كله رومي زي كده، مفيش مشكلة. هانزل دلوقتي بكمية الفلفل الأحمر والفلفل الرومي ده في الكبة بتاعتي علشان أفرمهم فرم ناعم جدا. الخطوة دي مهمة جدا. أنا مش هحط الفلفل صحيح كده، لا، أنا هجيبه وهفرمه في الكبة. جربوا تفرموا الفلفل في الكبة وانتوا بتعملوا السجق. يا جماعة الطريقة دي خطيرة والله، صدقوني بجد تحفة. من أحسن الوصفات اللي ممكن تعملي بيها صينية السجق. بعد كده عندي بصلاية صغيرة قسمتها نصين، وهبتدي برضو ان انا افرمها في الكبة فرم ناعم جدا. في ناس بتقطعها جوليان وتحطها عادي على على السجق، لا بس انتي جربي السجق بالطريقة دي وافرمي كده الفلفل في الكبة وكمان البصل في الكبة. هيبقى يعمل معاكي صوص، وهيبقى السجق جوسي وتحفة. عندي هنا 3 حبات من الطماطم، انا هحطهم برضو في الكبة. بس انا هنا مش هفرمهم فرم ناعم، انا مش عايزة صلصة. انا هفرمهم فرم خشن بحيث ان الطماطم دي تبقى طالعة كده ايه حتت. تمام. بصوا زي ما انتم شايفين الطماطم حتت، مش صلصة مش مية، لان انا عايزة الطماطم تبقى حتت كده علشان تعمل معايا صوص. جبت هنا الصينية سخنتها كويس جدا وحطيت فيها 3 معالق من الزيت، وهنزل بقى بكمية السجق اللي انا قطعتها كلها علشان يتشوح. اهم حاجة هنا بعد ما تنزلي بالسجق بتاعك ما تقلبيش لانه هيلزق. انا بس بمسك المعلقة وببتدي ان انا اوزع السجق في الصينية زي ما انتم شايفين، علشان مفيش واحدة تبقى على التانية وكله ياخد لون ويتشوح ايه مع بعض. بس كده هسيبه بقى السجق لحد ما ياخد لون على الوش ده وارجع اقلبه. هنا خلاص ما قلبتش انا في اول مره، استنيت لما خد اللون ده وزي ما انتوا شايفين لونه غير، بدأت ان انا اقلب على الوش التاني علشان السجق كله يبقى لون واحد. بصوا بقى السجق منين تعرفي ان هو حلو ونظيف؟ ان هو ما ينزلش كميه دهون كبيره، يعني دول 3 معالق الزيت اللي انا حطيتهم. لكن لو السجق مش حلو بقى ومش تمام، هتلاقيه نزل كمية دهون كبيرة جدا عندك في الصينية. لكن انا السجق علشان ضمناه وعارفة انه جايباه من مكان انا واثقة فيه، فما نزلش عندي دهون خالص. هبتدي بقى احط الخضار اللي انا قطعته. هنزل اول حاجة بالبصلة اللي انا فرمتها في الكبة، وهبتدي بقى ان انا اشوحها مع السجق كده دقيقة. بس الموضوع كله ما خدش مني وقت، كله في الكبة، ويعني في الانجاز على طول كنت خلصت الغدا. بعد كده هنزل برضو بالفلفل، وكمان هنزل بالطماطم. حابة تحطي قرن شطة تمام، مش حابة مفيش مشكلة. هنزل بقى بالطماطم اللي انا فرماها زي ما انتوا شايفين فرم خشن، وهبتدي بقى ان انا اقلب المكونات دي كلها مع بعضها. عايزه اقولك الفرم ده هيعمل لك صوص تاكليه كده بالعيش، يبقى حاجه كده جميله وطعمها تحفه. ممكن كمان تاخدي من الصوص اللي هيعمله الفلفل والطماطم ده وتحطي بقى على المكرونه، تحطي على الرز. حاجه وهم يا جماعه، صينيه سجق من الاخر، هي بتتكلم عن نفسها. بس كده بعد ما قلبت بقى هجيب بقى انا ايه معلقه من الثوم المفروم، معلقه صغيره. وهبتدي ان انا فرماه طبعا في الكبه، فهبتدي ايه احط معلقه من الثوم المفروم. مش عندك الثوم المفروم ده تقدري تحطي فصين عادي، تطحنيهم او تفرميهم وتنزلوا بيهم برضو على السجق كده، وتقلبي تقليبه ايه سريعه كده عشان كله ياخد من طعم بعضه، والدنيا تبقى جميله معاكي. هنبتدي بقى هنا ان احنا نبهر. هحط ايه؟ هحط هنا ربع معلقه من الفلفل الاسود، وكمان هحط ربع معلقة من البهارات المشكلة أو ال7 بهارات. وآخر حاجة هحط الملح. هي دي يا جماعة بهارات السجق: ملح، فلفل أسود، والسبع بهارات. مش بحط أكتر من كده، ولا بقى كزبرة ولا بابريكا ولا أي حاجة. أهم حاجة هتحطي معلقة صغيرة من الخل.
الخل بيودّي السجق في حتّة تانية خالص، وبيعزّز الطعم معاكِ وبيخلّيها بجد ريحتها مفحفحة وجميلة. هنقلّب بقى كل المكونات دي مع بعضها كده، وهنسيبها على النار شوية لحد ما تتشكشك كده بقى والسجق يستوي وتلاقيها بتعمل بَك كده بتبقبق، يبقى هو استوى معانا وهنقدّمه سوا. شوفوا يا جماعة الحلاوة والجمال، هنا خلاص كان استوى والصينية اهي الخضار كله استوى وعمل صوص زي ما انتم شايفين، مع اني مش حاطة صلصة، انا يعتبر حاطة طماطم، بس عمل معايا صوص حلو قوي كده. نبتدي بقى نقدمه، خلاص هو استوى. هنا يا ولاد كنت عملت سجق بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، والله يا جماعة الريحة ولا اروع والطعم ولا اروع، طريقة حلوة قوي. مهما كنتي عملتي سجق عمره ما هيطلع بحلاوة الصينية دي، جربيها على ضمانتي. اهم حاجة بقى لو لسه اول مرة تشوفيني، انا رضوى ودي قناتي، ما تنسيش تشتركي فيها عشان يوصلك الوصفات الجديدة. بحبكم جدا، اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.